بيتزا بدون عجين، بيتزا دقيقتين، قولوا اللي تقولوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب ست بسيطة وبنوتتها؟ يا رب يكونوا بألف صحة وألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة، لأن النهاردة هوريكوا لو انتوا في وقت فراغ، او لو انتوا حتى في مصايف، او انتوا مستعجلين وعايزين تاكلوا بيتزا من غير عجين، من غير اي حاجة، تعملوها ازاي. اقول لكم انا هعمل يا حبايب قلبي البيتزا بتاعتي بدون اي عجين. طب ايه بقى؟ بالعيش. عندك عيش شامي يا حبيبه قلبي، هتجيبي ظهره، احنا عايزين ظهر، مش عايزين وشه في حاجه. او لو عندك عيش بلدي هتاخدي برضو ظهره، والعيش بلدي برضو هينفع، مش هيقول لا. انا عندي بقى يا حبايب قلبي مكوناتي كده ايه. ما احنا بقى انت لو في مصيف كده دلعي نفسك ودلعي عيالك معاكي، ولو انت صاحبة مزاج دلعي نفسك كده. عندي فلفل يا حبايب قلبي الوان كده عشان يلعلط في قلب البيتزا بتاعتي، وعندي زيتون اسود، وعندي يا حبايب قلبي طماطم متقطعه صغيره، وبشر جبنه رومي، وعندي يا حبايب قلبي الصلصه بتاعتي، وطبعا البصل. ايه يا حبايب قلبي؟ همسك البصل ده مع الطماطم مع الفلفل واخلطهم على بعض، وبقيه المكونات هركنها كمان شويه، واكون فردت العيش بتاعي يا حبايب قلبي. وبعد كده هقولكوا هنعمل ايه. بعد يا حبايب قلبي ما دهنت الصلصه بتاعتي على وش الرغيف بتاعي، همسك بقى الكلام الحلو اللي انا خلطته ده وافرده بقى على كل رغيف رغيف. اديها يا بنوتة. همسك بقى الجبنة المبشورة دي، اللي عندك يا حبيبة قلبي الجبنة اللي هي الموزاريلا مش هتقول لا، وعندي يا حبايب قلبي الزيتون تقريبا بيقولوا عليه كلاماطة. بعد كده يا حبيبة قلبي هقوم فردة على وشه وادخله بقى الفرن دقيقتين كده ولا حاجة، ابص عليه واوريها لكم. بيتزا بدون عجين، بيتزا دقيقتين، قولوا اللي تقولوه. دي احلى بيتزا، طعمها وريحتها جمال وخطرين كده قوي قوي قوي. قوموا جربيها مش هتندمي. وبكده يا حبايب قلبي اقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، استنى منكم كومنت يكبر بخاطر ربنا يكبر بخاطركم كلكم. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.